من صدر فرخة واحد بس عملت كمية كبيرة من بانيه الشركات يكفي الأسرة كاملة وطعمه رهيب. لو أول مرة بتشوفونه ما تنسوش اللايك أو القلب، وكمان تشتركوا في حسابي هنا. في الكب أو المفرمة صدر فرخة طحنته كويس قوي. هنزل بقى معلقتين لبن بودرة، كوباية من الفيجيتار، مكعبين مرق، معلقة من البابريكا، نص معلقة من الفلفل الأسود، نص معلقة من الكركم، وهضربهم ضربة كمان. هنا هنشكل بقى البانيه بتاعنا بنفس الشكل اللي بنشتريه جاهز من بره بالطريقة دي كده، وببل ايديا بالزيت عشان التشكيل يكون أسهل. هنا بقى المحلول كوبايتين ميه، نص معلقه من البابريكا، ونص معلقه من الملح، وادخل البانيه في الفريزر نص ساعه. بعد كده هخرجه وانزل في المحلول، وبعدين الكريسبي، وبعدين المحلول، وبعدين الكريسبي. بنزل بكل قطعه مرتين عشان عايزه طبقه قويه وتكون القرمشه اقوى. الكريسبي ده بجيبه من السوبر ماركت او من عند العطار، وبفرمه في الكبه كده. عملت شويه بالفيجيتار وشويه بالكريسبي. الكريسبي طبعا قرمشته اقوى وطعمه خطير، وبرده الفيجيتار تحفه. اللي يريحكم